موضوع بيراميدز والمسلوسي موضوع عادي جدا. المسلوسي بينتهي عقده معانا في نهاية الموسم، فبالتالي بيراميدز بيجس نبضه. هل انت هتكمل مع الزمالك ولا عايز تشوف عروض اخرى؟ لو عايز تشوف عروض اخرى احنا ممكن نديك قد كده في الموسم. عايز تيجي تعالى، مش عايز براحتك. المهندس ممدوح عباس في تويتة ساخرة شايف نفسه ان هو الوحيد اللي بيدعم نادي الزمالك، وبيسأل فين المحبين، فين الناس اللي كانوا اتفقوا معاه انهم كلهم هيدعموا المجلس الحالي، وبالتالي هو دعم المجلس. والد زيزو بيأكد ان في جلسة النهاردة او بكرة بالكتير مع مجلس ادارة نادي الزمالك، وبيقول نأمل من الله ان تكون هذه الجلسة هي نهاية ملف التجديد لأحمد. الزمالك يستعد لملاقاة المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من دوري المجموعات في بطولة الكونفدرالية. مستر جروس طلب من شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق تقرير مفصل عن الحالة البدنية للفريق الأول وجميع اللاعبين، كما طالب من أمير عزمي مجاهد بتقرير آخر عن الحالة الفنية لجميع اللاعبين والحالة البدنية لهم ومدى جاهزيتهم للقاء القادم. يأتي هذا من أجل وضع خطة لتطوير مستوى الفريق في المرحلة القادمة. حقيقة مفاوضات الزمالك اللاعب زين الدين بالعيد. نفى مصدر من داخل نادي الزمالك حقيقة تفاوض الزمالك مع المدافع زين الدين بالعيد لاعب نادي سنت ترويدن البلجيكي. للعلم فقط نادي الزمالك كان فعلا بيعمل للتعاقد مع هذا اللاعب، ولكن من فترة قبل مباراة السوبر الأفريقي، ولكن مستر جوزيه جوميز رفض التعاقد مع أي مدافع في الوقت دوت عشان قبل مباراة السوبر، وقال اللي هو محتاج مراكز أخرى غير المدافعين وقتها يعني. وبالنسبة للاعب محمد حمدي، مستر جروس بيدرس توظيفه في مركز آخر غير مركزه الأصلي اللي هو مركز الباك ليفت، لأن المركز دوت عنده حاليا أحمد فتوح ومحبوب بن طارق اللي اقترب تماما من العودة، غير وجود محمد عبد الشافي، فبالتالي من الصعب مشاركة محمد حمدي كأساسي في هذا المركز نظرا للازدحام. الإعلامي أمير هشام أكد إن طارق حامد إن هو تواصل مع طارق حامد، وطارق حامد لا يمانع نهائيا من العودة لنادي الزمالك، ولكن أكد إن طارق حامد ينتظر التقدير المالي. طبعا الزمالك رفض العرض المقدم من النادي المكسيكي لضم حسام عبد المجيد بناء على رغبة مستر أوسوريو المدير الفني لنادي تيخوانا المكسيكي، الذي طلب التعاقد مع حسام عبد المجيد مقابل 900 ألف دولار لنادي الزمالك، والزمالك رفض نظرا لضعف المقابل المادي. نادي تيخوانا المكسيكي قدم عرض تاني لنادي الزمالك، ولكن عرض إعارة. الإعارة تتضمن إعارة لمدة 6 أشهر مقابل حصول الزمالك على 350 ألف دولار، مع وضع بند أحقية البيع لنادي تيخوانا المكسيكي في حالة دفع 900 ألف دولار أخرى. طبعا محدش يفتكر ان ده كوبري او اي حاجة، لان اصلا في المكسيك بيحطوا عقود صغيرة جدا، مفيش هناك مبالغ اللي بتدفع مليون دولار واتنين مليون دولار والكلام الكلام الغريب اللي احنا بنشوفه هنا ده. لا، عندهم الكورة بيتصرف عليها مبالغ معينة. الاعلامي هاني حتحوت بيقول ان مجلس ادارة نادي الزمالك بيدرس تخفيض مقدم اللاعبين عقود اللاعبين لهذا الموسم. طبعا معروف ان اللعيبة ليهم حوالي 25% مقدمات عقود الموسم الحالي، واللي بتتقدر بحوالي 80 مليون جنيه. الإعلامي هاني حتحوت بيقول إن مجلس الإدارة اجتمع مع عدد من اللاعبين وقالوا إن هم عايزين يدفعوا نسبة 12.5% فقط، أي بنسبة أو حوالي 40 مليون جنيه بدل 80 مليون جنيه، على أن يتم جدولة النصف الثاني من المستحقات. اخر خبر معانا النهارده كالوشا مدافع انبي اللي ضيع ضربة الجزاء في لقاء الاهلي وانبي الاخير، اكد انه اكيد مش متعمد نهائيا ان هو يضيع ضربة الجزاء. طبعا هو شاطها بطريقة غريبة زي ما كلنا شفنا، وطبعا غير الاخبار اللي انتشرت واكدها الاستاذ ايمن الشريعي نفسه ان هو نزل بعد اللقاء واداله مكافأة عشان ضيع ضربة الجزاء. طبعا الكلام دوت هو قال انه غير مقصود اللي هو طبعا يضيع ضربة الجزاء، وان المكافأة اللي خدها من الباشمهندس ايمن الشريعي كانت من باب التحفيز او يعني جبر خاطره مش اكتر. كل عام وانتم جديد بمناسبة عام 2025، ونتمنى ان يكون عام جيد علينا جميعا،
وعلى الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية، مسلمين مسيحيين جميعا يا رب، وإن شاء الله سنة سعيدة على الجميع.